شبابنا الغالي، السلام عليكم. علاش استعملت كلمة غالي؟ لأنكم في عمر أبنائنا وأبنائنا طبعا اللي يمكن يكونوا إلا غاليين. من نهار السبت اللي فات وبلادنا كتعيش على وقع احتجاجات شبابية أو ما يسمى بحراك جيل زي. الاحتجاجات اللي كانت مليئة بالدروس، التعبير الحضاري والسلمي عن مطالب مشروعة، وفي تشبث بالثوابت ومكتسبات ورموز الوطن، كتعكس الوعي الكبير اللي كتميز به هذا الجينيراسيون زي. الصحة، التعليم، الشغل، الكرامة هي من الحقوق ماشي فقط مشروعة بل أساسية لكل مواطن. حتى واحد فينا ما يمكن ليه يتالف عليها أو يتزايد عليها. هنا كاين فيكم وبزاف الإخوان كيسولوا علاش ما كانش تفاعل فوري مع الأحداث وبقيتوا ساكتين مادام أنتم كتشوفوا بأن مطالب هاد الشباب هي مطالب مشروعة. وكاين اللي مشى بعيد وقال كون بقاو ساكتين بلا ما يهضروا. الجواب بسيط: عرض ربيه والإخوة في حزب الحركة الشعبية فضلنا ننتظروا أولا تفاعل الحكومة مع هذا الحراك الشبابي، لأنها هي المعني الأول بهذه المطالب. وبكل صدق كنا كنتمناو يكون تجاوبها معكم تجاوب إيجابي، عكس تعاملها معنا تجاهلها لمطالبنا وأي اقتراح أو أي مبادرة منا كمعارضة. قلنا يمكن بعد خروج الناس للشارع يمكن تفاعل لأن هذا حق هذا الشباب، وكذلك واجب على الحكومة التواصل مع المواطنين خصوصا في وقت الأزمة. مزيان. ثاني حجة: ما بغيناش يبان أننا كنحاولوا الركوب على الموجة أو ندخلوا في منطق المزايدات. أبدا، احنا حزب وطني كنأمن الوطن وكنمارسوا معارضة مواطنة، ولن نقبل على أنفسنا المزايدة أو الشماتة، حيث هذه ماشي أخلاق الحركة الشعبية. من بداية هذه الحكومة ماشي مرة ماشي جوج نبهنا الحكومة وحذرناها من الاختلالات اللي كتعرفها قطاعات حيوية بلادنا، ولقينا ناقص الخطر. وقلنا في مرافعاتنا في البرلمان وفي لقاءات كثيرة أن هناك احتقان اجتماعي مقلق بسبب الغلاء وتدهور القدرة الشرائية وخوصة الخدمات اللي بداتها الحكومة في قطاعات بحال الصحة والتعليم. يكفي وأنتم جيل الرقمنة تدخلوا لصفحات ديالنا وعلى قنوات اليوتيوب ولتفاجئوا بحجم المرافعات والتنبيهات اللي كنا كنوجهوا للحكومة. وكنت قلت مناسبات عدة، وهذه قناعة أنه الحمد لله عندنا ملك حكيم وشعب صبور. أكدت عليها بزاف مع التحذير من استنزاف صبر المغاربة، خصوصا وأن المغاربة ما طالبينش شي حاجة خاطئة أبدا. ورحنا شفنا احتجاجات سابقة، الناس كتخرج كتطالب بطبيب، بمدرسة، بطريق، وفئات مهنية كتطالب بالإنصاف والعدالة، وفي مقابل كانت هذه المطالب كتواجه بالصمت من الحكومة ولا صمتها مستفز وفيه الكثير من التعنت والاستهانة بالرسائل اللي كانت كتبعتها هذه الاحتجاجات الغير مهيكلة، وأصبحت كتوسع مع الوقت. وهذا الشيء بحينا وحنا كننبهوا ليه وقدمنا حلول بحال عار غير يسمعوا لينا والو، لا حياة لمن تنادي. وانا شخصيا في البرلمان حذرت الحكومه من الاستهانه باحداث الفنيده وموقع فسلا وبالضبط لسيدي موسى في عاشوراء، وقلت خاصنا نلتقطوا الرسائل لان الامر كيتعلق بوليداتنا وبالتالي بمستقبلنا. وفي موضوع الصحه بالخصوص حذرت، وفيكم يمكن اللي كيتذكر اغنيه الراب اللي قلت او رددت كلماتها المعبره في جلسه مساءله رئيس الحكومه، واللي كتعكس ازمه قطاع الصحه وكيفاش كيشوفوا الشباب لهذا القطاع. وإن كان المشكل في نظرنا أكبر من ذلك، ماشي فقط غير الصحة والتعليم، وإنما غياب رؤية حكومية في تنزيل أوراق كبرى إلى سياسات اجتماعية عادلة كتحافظ الكرامة اليوم لشبابنا الغالي. ومن باب مسؤوليتنا كنعتبروا أن هذه الاحتجاجات كتعني بالخصوص الحكومة، ولكن من موقعنا كمعارضة وطنية مسؤولة لازم علينا اليوم من خلالكم نعاودوا نعطيو للحكومه اجراءات اللي يمكن تجاوب على الانتظارات ديالكم، واللي بلغ الحركه الشعبيه اللي صدر مساء هذا اليوم الجمعه ساق واحد الجمله منها. طبعا كمعارضه هذا هو هامش تحرك او تصرف اللي عندنا كيبقى محدود بحكم وضعنا في المعارضه، واللي لو كنا مكان الحكومه كنا طبقناه طبعا بدون تردد. في الاخير كنبغي ننوه بكل حب وفخر بالمسيرات اللي غلبت فيها بالروح الوطنيه لهاد الشباب في كل منفاس، طنجة، تطوان، والبارحة خميس في جميع المدن اللي انضمت للوقفات. كما كنأكدوا على رفضنا لكل أشكال التخريب
لأننا ما عمرنا نقبلوا استغلال قضايا عادلة كغطاء لتبرير الفوضى والتسيب. صعب جدا نشوفوا شباب كينادي بإصلاح الصحة وكيخرب الصيدليات ومختبرات التحاليل الطبية. صعب جدا نشوفوا شباب كينادي بالعيش الكريم هو كيدمر مشروع شاب ولد الشعب بحاله كافح من أجل العيش الكريم. ولكن الأصعب أننا اليوم شفنا أرواح كتزهق وشفنا شباب كيصبح معاق، وهي مناسبة للترحم على أرواح هؤلاء الشباب والدعاء بالشفاء العاجل لكل المصابين من المواطنين سواء من الشباب أو من رجال الأمن. لكن هذا لا يعني أننا كمغاربة نقبلوا أي ممارسة كتمس بهيبة الدولة، لأن أمن وسلامة وهيبة المواطن ما تنساوش من هيبة الدولة. لكن ما يبعث الأمل يخلي المغاربة متفردين ويأكد على الاستثناء ديالهم أن رغم الصور القاتمة اللي عشناها هذا الأسبوع شفنا صور أخرى جميلة، شباب يحضن رجال الأمن وكيهديهم واحد الباقة ديال الورد، لأنه في الأخير بغض النظر أن نتفقوا أو نختلفوا كل واحد قام فقط الدور ديالو. الله يحفظكم جميعا، الله يحفظ بلادنا ويحفظ سيدنا وأدام الله علينا نعمة السلم والسلام.